ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الساقي درس يتكمل في الدروس اللي قاعدين الأدب. نهضرت في الدرس مزوارو الأدب وقذ النية، من بعد نهضرت في الأدب وقذ ربي عز وجل، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الدرس ويس ثلاثة نهضرت في الأدب وقذ أول ربي عز وجل، الأدب مع القرآن الكريم. الساقي إن شاء الله أد نهضر في الدرس ويس ربعة في الأدب وقذ الرسول أشبيح محمد صلى الله عليه وسلم. أنولي مش إنسلم إلى قذيلي أشو السلوك أشو الأدب يسعو وقذ الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قارون يديش يا ربي عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. الدرساقي أثنفرق في السن حريشا مزوارو أد نهضر في الأسباب في غار لق أنسعو الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. أحريش والسن الجزء الثاني من الدرس، أحريش والسن أد نهضر أمك أن تأدب وقذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة كنا مكي نزرع الرسول صلى الله عليه وسلم كيثورا يموت، ولكن ما زال الأدب كدس أمك. إذن السن دروسك إن شاء الله هنولي الساقي ما يكتب ربي عز وجل. أنفذو إذن سوحريش مزوارو الأسباب. قال سنة العلماء السبات في غير يلاق أنسعوا الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. إلا خمسة من الأسباب قلان ذكرت العلماء مسنون، أثنتد نذكر دناوي الأدلة الآيات الأحاديث في الأسبابين. السبب مزوارو في يلقى المؤمن إن سلم أدي يتخلق الخلق الهان، أدي يسعو السلوك إلقا وقذ الرسول صلى الله عليه وسلم. أخطر ربي عز وجل يوجب في لنا ماشي من فغا، أوجب الله أن نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي يوجب في لنا أن نسعو الأدب وقذ ننفي محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي ما إلا نفغا يوجب لنا الأدب. أدناوي كرا الآيات أن دار ربي عز وجل يتبين أن يتورد بلي لقى نسعو الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. تزرام ربي عز وجل يسمى يوثن الصورة سيسمي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي دي هضرة تصف الأدب ذي سورة الحجرات. سورة الحجرات ذي الحجرة ذا غرفة ذا خامث تخامين عندي لا الرسول يزدى. سورة الحجرات ما يروح يونس يساوي لرسول صلى الله عليه وسلم، ما يليون دقو خامس أمشي لخذيلي أفنش تقي ربي ذينا يدي هضرة تصف الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. يهضرد كذلك شوية ذي سورة النور إقسان 64 الآية 63 يهضرد في الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. الآية مزورة دربي وجفد أن نسعو الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم. يقارد ربي ذقواليس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أو إذا يمنن ولا قارن تزوير من الرسول صلى الله عليه وسلم، أتزوير مثل ذي كل شيء، أتقدم ممن نون في الرسول صلى الله عليه وسلم. قارن دي مسنون أطاس
المعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي ميلا ثلم ثمن في أي صحابة، خاطر الصحابة تلين وقذ الرسول يسد يونادي سقسي ولا قارا غاد تجاوب كتشيني وقبل أدي جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما إلا ثلم تماس إلا قد ترجم أنا ما يهضر دنتا كونوية تسنن وكذا المعنى مزوارو يصحى يلا ذي الآية ويا القارن المعنى ينسخ ربي دي بيننا غاشو غادي يكشم كل شيء داخل الآية قارن ويا ما إلا الرسول إلا تفاقيت الماكلة ترسد الرسول الذين إلا نأكل الصحابة ولا قارن غادي بدون ذاتشن أنا ما يفدا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما يفدا نتا يوكن الصحابة غادي بدون أذتشن من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما إلا يلحى الرسول ذو فريد يلاقي صحابة وتقدمنا بين يدي الرسول يعني تزويرنا له والحنا له تما يفسني ستماس إما أرو يفوسنا غروز ما نغسي فيريس الرسول إلا قدام زوارو ما يلحو ذو فريديس يزمر يونخيني وقي ذي الأدب ذي اللاية اسمي الله الرسول ذي الحي. ولكن ابن القيم الجوزية ذي الكتاب نس مدارج السالكين يقارد ما زال الأدب قد يقيم أنا مذ يوم القيامة والمعنى نسم يكمل أن لا تقدم بين يدي الرسول ذي الوقت أي لقد تقدم غير أول من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلد الحديث ودقرض تنسعي خام الحديث أرجوك ريث الطرف الحديث الرسول ولا قال غاد زويرض إن غاد قدم ضواليك إن غيني قبض ثمو سنينك في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلد حديث أول النبي إلا قد استبقت وتسوي ضرر أول من العباد نادواليك أتزويرض فوال من الرسول صلى الله عليه وسلم هو كنت تقدم ضارة أوليك فول من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسنث دربي وجفد في لنا الأدب النبي صلى الله عليه وسلم دائما دي صورة لا يتسنث دي صورة الحجرات فيها مزواروث من دغريض لا يتمزواروث ثقيد لا يتسنث قال ربي يس يا أيها الذين آمنوا أو إذا يؤمنون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يقارد ربي أو إذا يؤمنون ولا قال أتي الظف متسمى من الرسول أنا ما الصوت وين أذي غلب الصوت من الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا دلايا يجي نزلتي ربي أخاطر سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق إلا نتسمن النبي صلى الله عليه وسلم أتناقشناك وقاسي قرك وقاسي قرك رفضنا والنسن أف الرسول تسمن الرسول ينزل ربي لا يجي هو كنا سنيني وسليمان غوال نون ثمن بوال من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ماشي أم العباد النظام مرة ولا ما إلا السام الحق ولا قالت رفضم أول نون ثمن بوال من الرسول صلى الله عليه وسلم ربما سنيون كذلك لا يجي ذي الوقت اسمي الله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحياء إلا ذي الحي. ولكن ابن القيم دائما شو دي قاضي كتاب في نص يقارن رفع الصوت يحبط العمل ما إلا زقضض واليك أفول الرسول أذي صب ربي الحسنة نيك أذي صب العمل نيك ربي عز وجل يقارن وما بالك أن ترفع مما وصلت إليه من العلم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنك رفع الآراء الدويض الآراء الدويض كان الرايات الدويض كان يعني إن العلم الديني ضو كذا يفن أول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ أثنى أوليك ترفضت سوى ولا قد النيض أخطر أول الرسول صلى الله عليه وسلم يتسد الدرجة السناث بعد أول ربي عز وجل تضري تقسيط ذي الوقت أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور إلا جر 110 130 140 من الهجرة
ذي الوقت ذي يقلا ذي أمير المؤمنين ذي الخليفة نسلمن يبس يسدر سيدنا الإمام مالك الإمام مقرحان الإمام مالك ذا مسنوى مقران ذي الفقه ينسق انتشر ذي المغرب ذي شمال إفريقيا وخصوصا ذي الجزائر الآراء نسل الإمام مالك الأئمة الأربع اللي يبس أبو جعفر المنصور يروح الجمع عندي لا الإمام مالك إلا ذي الجمع النبوي الجمع النبي عندي لا أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم انت قلنا إمام المدينة المنورة لا يفتى والإمام مالك في المدينة واش وين يعني تغلفن دي العلم يبس يسدت يناقش ديوث القضية يرفض صوتينس الإمام مالك أشو سنة الناس يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فوق صوت النبي الرسول اللي يموت الوقت كاين سجل داخل الجمع النبوي الناس ولا قرأت سلايض أوليك سمى بوال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس خاطر ربي ذي القرآن الكريم أدب قوما الدب الناس اللي كانوا صعوم الأدب صعوم السلوك كان الأقوام ذي الوقتيس الناس يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الناس ربي أدب كان الأقوام الناس سليمان أول نون سفل بوال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ومدح قوما يشكر ربي كران الأقوام يذكرتني يعني ذقوم كان يلهان إند فلسن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يمدح ربي يشكر ذكران الأقوام وقذني إلا نسلينا رغوال نسن يغضون غض المعنى نسيت تصب نوال نسن مايلين تمام الرسول صلى الله عليه وسلم ربي شكرتني الأقوام قيل عبادك أخطر سعان لا دبك ذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يناس وذم قوما من بعد ربي فكد كرا الأقوام إذ مثل المعنى ينسينادو كذاكي وسعنا الأدب وسعنا السلوك العبادة الأقوام وسعنا أنوثا إن ربي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقد نقدي السوالن سفراء أدي سفغا يحوج الرسول أزدي سول يا محمد سيذفر يعني الصور إنيس وقذني ربي إندو سعنا للأدب وقذني تزف انتمان الرسول وقذني زدي السوالن سفراء ما شكني لقايلين ربي إذن وقذنيك وسعنا للسلوك وكان سعن السلوك سعن العقل ثلاث سعن الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم مي يكفى الإمام مالك إن سيدنا ربي يمدح كرا ربي يأدب كرا ربي ذم كرا الأقوام إناس وإن حرمة الرسول ميتا كحرمته حيا الناس الحرمة من الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي الذي الحي كيف الحرمة ينس أسمي اللي يموت كيف إلى أزكينس أتحترمت وقد المعنى ينسيب عسيني الأمير المؤمنين وتصف ضارة والسلاي ضارة أوليك تسمى نزكان الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب ذنيون ما يزورد المسجد النبوي يخفض من صوته ويتصفرا هذه السلمة في الرسول لم كان داس ولي هذه السلم في اللاس وربي عز وجل أزدير الروح الرسول أزدير السلام في اللاس ويتصفرا وهذه سعود السلوك هذه سعود الأدب تسمى نزكا من الرسول صلى الله عليه وسلم وقيد الآيات الثلاثة الآيات الثلاثة عند ربي وجفد فلنا وكنا نسعوا الأدب وقذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ذيس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إن دربي أو إذا يمنن وترمنا الدعاء للرسول أم الدعاء يرون أشو المعنى نس الدعاء ابن القيم دايما يتفسر دوالك ربي عز وجل يقال سن المعاني سن المعوني الساعة الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا المعنى مزوار
ما إلا سول ضاز ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال غاز السولض ما كالسولض يمدك ليك السيني محمد ارواح محمد كذا الرسول لقى السولض يا ايها النبي يا ايها الرسول السولض سنقس موناقي احتراما وتأدبا مع الرسول انفي الرسول كالسولض محمد صلى الله عليه وسلم ماشي اما السولض يمدك ليك ولا قاتل كيف الرسول تزرامي عرفنا اني لا نزدغن زيك ذي ثدان ما تصب المدينه الا نقالس يا محمد اعذون المشركين الكفار قالس يا محمد ربنا ياسني الصحابه الى قارن السول مكه سول مس يا رسول الله يا نبي الله اتحترم ما تسعوا من الادب وكذ النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى والسند قريب ابن القيم الجوزية يقرد كذلك المعنى ينص ما إلا الرسول يسول وند ذنت ثرعون دي سولا إلا قصروا حضر غرس ماشي كيف ما يتسول كشيني زمرا غدا زمرا وتسغالا الرسول ما إلا يسولك دي لا قصروا حاض واستعبار الاختيار إذ وقال المعنى ينص لا تجعلوا دعاء الرسول لكم يعني ما إلا نتسان يسول وند إلا قصروا حمد واستعمال الحق وكنو تصرحوا مرار غرس أخطر واجب في اللون أن تطيعوا الرسول أتضوع موانيس إذن لا تصرح موان دي سول وقيد الأدب قلان دي الوقت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآية 4 عند ربي وجف لنا وكن نسعوا الأدب وقذ النبي صلى الله عليه وسلم قرد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. يقال ربي عز وجل ما إلا المؤمنين لن نقذ النبي صلى الله عليه وسلم ذي الدرسكة لن ذي الخطبة نغلن في غزوة ولا قال أضرحن بلا ما ظلفن الليذن ظلفن أم يقارن كيثورا الرسول أسني سمح أضرحن ولا ما يلس عن الحاجة تخدمن إلا قد ظلفن الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن ما إلا يفكيسن الإذن أضرحن وإلا ولا قارن أضرحن. إذن قال ربي إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ومننس ربي ومننس في محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معه من لن يذس على أمر جامع. الأمر الجامع ذوق المعنى ينسي جمعيثني دي الحاجة أثنى أذن فيه صلى الله عليه وسلم وكذا لم يذهبوا حتى يستاذنوه وتروحون لا وتجنر الرسول ألا ما ظلفن الإذن التسريح أسنف كالرسول صلى الله عليه وسلم تسريح وكنا ضروحان. إذن ربي قال أثني يوجب وتكرنا نسقهم كان نسن الصحابة ألا ما يفكيسن النبي صلى الله عليه وسلم التسريح وقيد الواجب أم زوارو. إذن ربي السبام زوارو يوجب في لنا عنصر الأدب الواجب ويسين يفرض ربي في لنا يوجب في لنا إوا كنا تنضوع إوا كنا نتباع إوا كن يعني ملي قال أنا خدمين عديني خدمم أفاش تلقى ما إلا يوجب أتستفاضيني قدينا يوجب أمي قال كي عقلا يوجب تصور الأدب وكذس سامحة أمي قال كي كني لحون ما إلا وني لقى أتضوعات فمن باب أولى إلى أتسعود وكذس الأداب وتصل الآيات النووية وثناغسنات الآيات ربي قارد يا أيها الذين آمنوا أو إذا يؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ضعم ربي ضعم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وين الضعم إلى قد صعدوا ذس اللداب ويسني قارد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بالك وين يخالفن الامر ينص ازدي فكر بي العذاب ازدي فكر بي الفتنه ذي الدين ذي الدنيث ولا قالت خلف الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمني قال وما اتاكم الرسول فخذوه اين وندي بالرسول او يمثل وما نهاكم عنه فانتهوا اين وندي نخدم مرا اين يحرم في اللون الجمتكنا لا يتنقروا في قرض قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مين نصح تحمل مربي تفهمي اذا ضعمي وقد رسول يهدران الدقار مين حقيقه يعني تحمل ربي عز وجل اذا لاق اي تفهم كيني المحبه نربي تعدي سطع من الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا وين وجب لنا وكن نتبع وجب لنا وكن نسعوا الادب الرسول الامر والثلاثه ربي يرى الرسول ذي الحكم حكمه وجعله حاكما وإماما للمسلمين يرث ذي الحاكم ذي الوقتيس وأرثور كذلك ربي نزلت في اللس القرآن يوكنات يحكم القرآن يا المؤمنين هذا ربي دي قال دي القرآن الكريم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ربي نزلت في لك القرآن يوكنات طبقات يا المؤمنين. إذا نتغذ الحاكم إذا نتغذ الإمام الرسول إمام جميع الأنبياء والمرسلين. ذي الآية قاس ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربي النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى إنسل من حقيقة الإيمان أنا ما أرانك كتشيني ذي الحاكم ما إلا كتشيني تصغي والتمثال أتروح هذا تولي دينا ربي أين دينا الرسول في اللاس ما إلا ذك خان إلا الحاجة من الخلاف إلا قتصر تمثلتينيك أرى ربي أي أرى القرآن وأرى الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم فيما حكم الله فيه في القرآن أو فيما حكم فيه الرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. الآن قال كذلك ربي يرث ذي القدوة يقرض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ربي إن الرغو محمد داقي صلى الله عليه وسلم إذن تغذى فريدة التفهم إذن تغذى الحاكم نون إذن تغذى الإمام إذن تغذى لقى أتحكم داخل خاميك أتحكم ذي الخدمينك أتحكم ذي الجماع أتحكم ثمرتسيس إلى غير ذلك فهو الحكم. والحكم كيحكمن إلا قد تصعد الأدب الغرس تصعد الأدب وقي أمر منطقي إذن تغذى المخير إذن تغذى الريض يوكن أقدي فثو إذن تغذى الريض يوكن أقدي صدر الحكم إلا قد تصعد الأدب وكذس أكني تدون وقي